يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. دخلنا بقى على العيد وأكلات العيد ولحوم العيد. ما تشيليش هم العيد، الأكل إن شاء الله هيكون حلو جدا. جايبالكم النهاردة أسعار حلوة جدا جدا. هنا النهاردة جبنا المكرونة الاسباجيتي ب20 جنيه ونص، ب20 جنيه كيلو المكرونة الاسباجيتي. وهنا أي نوع بقسماط أو فيجيتار الكيلو ب20 جنيه. كل حاجة ب20 جنيه. كانت النهاردة في العروضات، الحقوا العروضات قبل ما تخلص. هنا البرغل ده حلو جدا يا بنات ونضيف، حلو جدا، استخدمته قبل كده، حلو جدا. ده الكيلو كده، الكيلو كيسين، ده نص وده نص، ب20 جنيه. وكمان الفريك ب20 جنيه. هنا كمان الفريك ب20 جنيه، كله ب20 جنيه. شايفين هنا السعر اهو ب20 جنيه. وكمان اي نوع مكرونة ب20 جنيه. هنا اسباجيتي قلم شعرية، الهلال، المقصوصة، الخواتم، كله ب20 جنيه. الكيلو ب20 جنيه. هنا كله هو مكتوب عليه الكيلو بكام، ب20 جنيه، ب20 ونص. وهنا كمان الرز كان حلو جدا، جربته. هنا كان ب22 جنيه كيلو الرز. كان بس بجد رز حلوة جدا. هنا ما كانش فيها تكسير كتير. هنا كله ده ب20 جنيه. اي نوع من المكرونات كان ب20 ونص. اي نوع الفريك كان ب20 جنيه. يعني اي نوع من الحاجات الحلوة دي اللي احنا شفناهم دي في الفيديو كانت ب20 جنيه. وكمان كانوا عاملين عرض على اللحمة. كانت اللحمة عاملة كفتة برجر صدق، كان عامل 170 جنيه الكيلو اللحمة، لو مفروم برضو ب170. كان البفتيك المستورد المجمد كان عامل 250 جنيه، حلو جدا. انا جربت البتلو كمان عاملين عليها كانت عرض. هنا دول جبناهم من المحلاوي ماركت المحلاوي، كان عليه عرض حلو جدا، عرضاته حلوة جدا وحاجته حلوة جدا. هنا جبنا الحاجات الحلوة دي، اسعارهم جميلة جدا. يعني انت هتجيب البقسماط من بره الكيلو ب40 جنيه، هما بيبيعوا الفيجيتار بقسماط ب20 جنيه. الفريك بتجيبيه من بره سعره غالي جدا، انت بتجيبيه الكيلو ب20 جنيه. اي مكرونة ب20 جنيه. الاسباجيتي بره ب25 هنا. وكمان اللي لونها غامقة دي بتكون حلوة جدا. هنا دي ب20 جنيه. اي نوع من المكرونات، القلم، اي نوع الشعرية، اي نوع ب20 جنيه. هنا كان الرز ب22، ب22 عشان ما تقولوش ده كله ب20، لا، دي اللي هي ب22 جنيه الرز. وجربته حلو جدا، جربت كيلو منه حلو جدا. فالحقوا العرض قبل ما العرض يخلص. وكانت كمان معانا البفتيك كان عامل 250. شايفين شكل البفتيك عامل ازاي؟ البفتيك لسه ما عملتوش، لكن عملت البتلو. وجبت كيلو من اللي ب170، قلت افرمه. كيلو لحمة ب170 بفتيك، كيلو لحمة مفرومة، مفرومة كفتة، برجر، صدق، حواوشي، كله الكيلو ب170. لكن انا ما لقيتش كان في المحلاوي العرض، بس نازل في نفس العرض كمان في الفرجان. يعني لو ما لقيتيش في المحلاوي عشان الدنيا زحمة وكان اللحمة بتخلص اول باول، لقيت في الفرجاني كان برضو عامل عليها العرض نفس الاسعار، يعني متراكبة جدا. يعني ممكن زيادة 5 جنيه، ممكن زيادة اقل، لكن الاسعار هي الاسعار. هتلاقي اللحمة انا جبتها قطع، هنا قلت افرمها انا في البيت، بس حلوة جدا. انا جربت منها نص كانت جميلة. وده الكيلو قلت اعمله افرمه، وهنعمل بيه ان شاء الله حاجات. والبفتيك بتاعهم حلو جدا. شايفين البفتيك عامل ازاي؟ جبت كمان البتلو عملتها بجد تحفة، كانت ما خدتش وقت. البتلو كانت عاملة 250، والبفتيك عامل برضو 250. لكن اللحمة دي عاملة الكيلو 170.
الكيلو عامل في الفرجاني 170، وفي المحلاوي برضو عامل 170 نفس الأسعار. كان كفتة، صدق، برجر، حواوشي، لحمة مفرومة، كله ب170 جنيه. وكانت الناس برضو بتاخد كميات ما شاء الله يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين، معروف العيد كله لحوم. وكانت الكبدة برضو الكيلو كان عامل 140 جنيه، برضو جربتها كانت جميلة جدا. والصدوق كان حلو جدا، بس فيه نسبة دهون عالية شوية يعني. انا جربتها بتطلع دهون، فيه بيطلع دهون. هو عامة الصدوق معروف بالدهون، بس يعني في كمية دهون فيه. لكن الكفتة حلوة، البرجر، الحواوشي كان جميل جدا، اسعارهم حلوة جدا. والفرجاني كانوا عاملين عروضات حلوة جدا. الحقوا العروضات هتخلص مش عارفة يوم 5 يعني قبل العيد، فالحقوا العرض لو لسه ما جبتوش لحمة ولا لسه ما جبتوش حاجات العيد. المكرونات والرز والدقيق كان عامل 17 جنيه، جربته بجد حلو. اللحمة ب170 جنيه، يعني حلوة جدا. شكرا، كل سنة وحضراتكم طيبين. بتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. باي باي يا حلوين، كل سنة وحضراتكم طيبين.